طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رسم البناء بالإقليم الأوسط يعمل على صيانة كلية للطرق الرئيسية في أسمراء. إحياء ذكرى 50 لمذبحة واكد. تنمية البساتين بهيكوتا تتيح فرص عمل إضافية. بوتين يعلن استعداد لقبول الهدنة حالة أدت إلى سلام دائم. دخول روبوت الخدمات الكهربائية حيز التنفيذ في إنكشاي. عاصفة مدمرة في كاليفورنيا. إلى التفاصيل. أجرى قسم تطوير البناء بالإقليم الأوسط إصلاحات أساسية العام الماضي على حوالي 11 كيلومتر من الطرق الأسفلتية في العاصمة أسمرة بتكلفة قدرها 31 مليون نقفة. ومن بين الطرق والمناطق التي تم إصلاحها في العام 2024 محطة حافلات عداق حموس ومن دنب سنبل إلى نهاية سنبل، ومن المطار إلى مستشفى أوروتا وضواحي مقر وزارة الزراعة، ومن بحت مسكرم إلى قدايف وخط عدو سقدو وخط ميتمناي حسب ما جاء في توضيح مسؤول فرع الطرق الثانوية المهندس مسقنا استيفانوس. وأوضح المهندس مسقنا أن الأعمال التي تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير العمراني وشركة أسبيكو للطرقات ومشروع الدهلو وقسم المياه والصرف الصحي بالإقليم الأوسط. وفيما يتعلق بمساهمة الطرق التي تم إصلاحها، قال المهندس مسقنا إن استئناف خدمات النقل العام على خطي سنبل وعد سقدو حيويين قد خلق سهولة التنقل والراحة للمواطنين. ويعمل قسم التطوير العمراني بالإقليم الأوسط في الوقت الحالي إلى جانب إنشاء وصيانة الطرق الأسفلتية أيضا في إنشاء وصيانة ممرات المشاة وصيانة وتركيب الإشارات المرورية. تم إحياء ذكرى 50 للمجازر التي ارتكبها النظام الاستعماري الإيثيوبي في وكي يوم أمس 13 من مارس في وكي. أقيمت بالمناسبة مسيرة عامة وطلابية من المكان الذي قتل فيه الضحايا إلى مكان المدفن الذي دفن فيه الضحايا، ثم وضعت المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بوزارة الحكومات المحلية السيدة سماينس كيروس أكاليل من الزهور تشير الوثائق إلى قتل جيش الاستعمار الإثيوبي 34 مدنيا بريئا عمدا بينهم 9 نساء وإحراق 195 منزلا في 13 من مارس عام 1975. وأوضح مدير ضاحية وكيل سيد جيلاي قبر تقلميكيل في كلمته إحياء الذكرى إن إجمالي 61 مدنيا بريئا قتلوا وأصيب 23 في المذابح التي ارتكبها العدو في وكي في العام 1975 وحتى العام 1991. وأضاف مدير مديرية سرجاغا سيد كفلة مريم قورمث قال إن برنامج إحياء الذكرى لم يكن يهدف إلى الحداد على المجازر التي ارتكبها الأنظمة الإثيوبية ضد الإريتريين الأبرياء، بل لدراسة وتوثيق التاريخ لتعريف الأجيال بما مرت به البلاد من عنف وانتهاك. يساهم تنمية البساتين على ضفاف نهر القاش في مديرية هيكوتا في خلق فرص عمل للمواطنين في مختلف المناطق. وقال مدير مديرية هيكوتا شيخ الدين صالح أن البساتين الواقعة بمنطقة ألوبو وفيسكو وهيكوتا خلقت فرصا للمقيمين والمواطنين من المناطق الأخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة. وقال أن هنالك إجمالي حوالي 4000 هكتار من الأراضي المروية في المديرية، منها 1036 هكتارا يتم زراعتها بواسطة جمعية التنمية الزراعية في قاش ستيد، والباقي بواسطة 70 مزارعا من القطاع الخاص. وأضاف أنه تم حصاد 1000 كنتال من البصل و6000 كنتال من الفاكهة وحوالي 2500 كنتال من الأرز. ونصحهم إلى جانب دورهم في سد طلبات الأسواق وخلق فرص العمل على تبني ممارسات تعود بالنفع عليهم وعلى البيئة والعمل في الجمعيات وإدخال تقنيات التنمية الموفرة للمياه والطاقة.
وإجراء تغييرات نوعية على منتجاتهم وتجنب إنتاج محاصيل مماثلة في مواسم محدودة. ومن جانبهم أكد المزارعين أنهم يعملون بجد لتقديم مساهمة إيجابية للأسواق المحلية وتوسيع فرص العمل، مطالبين بتقديم الجهات المعنية للمواد والأدوات التي تساعد في تنمية البساتين والتسويق بشكل دوري. ذكر المدير العام لإدارة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في إقليم عنسب السيد مهدي ماسقالاي ارتفاع الوعي المجتمعي بشأن أهمية التسجيل المدني في الإقليم، وأشار إلى أهمية التسجيل العام الماضي في ضمان جودة المعلومات وتوظيف الموارد، مضيفا أنه حتى في المناطق الريفية النائية أصبح إعداد سجلات الإقامة والسجلات المدنية ووثائق الزواج وغيرها متأصلا كالثقافة، مما ساهم ذلك في لعب دور فاعل في تحقيق أهداف الإدارة. وقال أنه في أول شهرين من العام 2025 تم إصدار وتوزيع أكثر من 2400 شهادة مدنية وأكثر من ضعف هذا العدد في طور الإنجاز، مضيفا أنه يتم تحقيق تقدم كبير مقارنة بالسنوات السابقة. كما شهدت إدارة هذا العام تحسنا ملموسا في المديريات، وقال أن تسجيل المواليد يتقدم بشكل جيد، مضيفا أنه ارتفع 6% من العام 2024 من 3% في العام 2023، موضحا بأن الوصول إلى هدف 14% أمر واعد. وقال أن أعباء العمل والتأخير الناجم من موقع مكتب التسجيل العام في حاضرة الإقليم مدينة كرن يعد إحدى المشاكل المؤدية للضغط والتأخير، مشيرا إلى أن توسيع البرامج التدريب وإدخال المعدات الحديثة وكذا توسيع مكتب السجل المدني وغيرها هي من الخطط المستقبلية للقسم. واختتم السيد مهتم حديثه بالقول أن وجود قاعدة بيانات سليمة ليس من اختصاص مؤسسة معينة، حثا جميع الجهات ذات الصلة بشكل عام والمؤسسات الصحية والتعليمية والإدارات بشكل خاص على زيادة تعاونها. تم التذكير في اليوم الختامي الذي يقيم بمدينة صنعاء في 11 من مارس الجاري بأن يوم المنظمات الشبابية له مساهمة كبيرة في رفع مستوى الوعي والإنتاجية لدى المجتمع. وذكر مسؤول اتحاد الشباب والطلبة بالمديرية السيد هبتاب نقاسي أنه يتم تنظيم برامج مختلفة لرعاية الشباب ضمن جهود توعية وتحميل الشباب المسؤولية الوطنية والمجتمعية الموكلة إليهم. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أهمية هذا اليوم وحث المجتمع والمؤسسات الحكومية على تحمل المسؤولية الدفع من أجل ذلك. وأضاف السيد قرماي قائلا أن التنظيم يخلق القوة والقوة تضمن القدرة على التنفيذ والتقدم نحو الهدف المنشود، وحث الشباب على تكثيف جهودهم لتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، حيث يوفر ذلك فرصا ثمينة للشباب لتبادل الخبرات وتنسيق أفكارهم وتكوين المعارف. وأشاد مدير مديرية صنعاء سيد إدريس علي شكر بجهود اتحاد الشباب والطلبة في التعريف على ميول واحتياجات الشباب. وتم بالمناسبة تقديم جائزة عند موصل للطلاب المتفوقين في الصف الثامن والفائزين في المنافسات التي أقيمت في الفعاليات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقة موسكو على مقترح وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، مشددا على أن الخطة يجب أن تؤدي إلى سلام طويل الأمد يزيل الأسباب الجذرية للأزمة. وأوضح بوتين موافقة موسكو على مقترح واشنطن وقف إطلاق النار في أوكرانيا 30 يوما، وشدد على ضرورة وجود ضمانات وآليات للتحقق من عدم استغلال نظام كييف للهدنة. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موقف الرئيس الروسي واعدا بشأن مقترح وقف إطلاق النار، مضيفا أنه تلقى إشارات جيدة من موسكو. كما أشار ترامب إلى أن الوفد الأمريكي ناقش مع الأوكرانيين في جدة الأراضي التي سوف يخسرونها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. بدأ روبوت خاص بتقديم خدمات عمل الكهربائي لأول مرة في مدينة
جوانجينغ نيواشينغ في الآونة الأخيرة، حيث يقوم بالمشغل بالتحكم عن بعد ويمسك روبوت الخدمات بالأدوات المختلفة ذات الصلة وتبديلها بشكل ممنهجي على إكمال مجموعة كاملة من مهام سير العمل على السكك، ولا يحتاج الروبوت إلى قطع تيار الكهرباء أثناء عملية التشغيل بالمقارنة مع التشغيل اليدوي، لذلك لا يؤثر على استهلاك الكهرباء للمقيمين والشركات المحيطة، ويزيل بشكل فعال مخاطر الصدمات الكهربائية للموظفين، ويقلل من كثافة اليد العاملة ويحسن جودة العملية وكفاءتها. عاصفة مطرية عنيفة تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخبراء الإرصاد يتخوفون من تسببها في أعاصير ورياح مدمرة أثناء عبورها الولايات المتحدة. وهدت الأمطار الغزيرة لحدوث انهيارات طينية اجتاحت جزءا من طريق واحتجزت عدة مركبات في سان جوستون بمقاطعة ريفيسايد في كاليفورنيا. وقالت إدارة الإطفاء في المقاطعة أنه تم إنقاذ 6 أشخاص على الأقل وتقييم حالتهم من قبل المسعفين وإطلاق سراحهم. وفقا للإدارة الوطنية للإرصاد الجوي وصلت سرعة الرياح إلى 136 كيلومتر في الساعة، ما تسبب بإتلاف المنازل والسيارات وكذلك اقتلاع العديد من الأشجار في بيكو ريفر جنوب شرق لوس أنجلوس. ورغم أن الأمطار الغزيرة في جنوب كاليفورنيا خفت، إلا أن خطر الانهيارات الطينية سيستمر. تذكير بالعناوين مرة أخرى. قسم البناء بالإقليم الأوسط يعمل على صيانة كلية للطرق الرئيسية في أسمرة. إحياء ذكرى 50 لمذبحة وكي. تنمية البساتين بهايكوتا. بوتين يعلن الاستعداد لقبول الهدنة حال أدت إلى سلام دائم. دخول رواتب الخدمات الكهربائية حيز العمل. عاصفة مدمرة في كاليفورنيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.